لو طلعان عينك مع فو، وكل شغلك الشاغل في حياتك إنك عايز تحقق بريك ثرو. خليني أقول لك إن فو يعني عدو، وإن بريك ثرو يعني إنجاز. طلب معناها في قطعة من قطع الثانوية الأزهرية يا أستاذ. طب هتعمل إيه لو ما كنتش شفت الحلقة دي؟ ويا عم كمان لك مني هدية في آخر الحلقة، جملة ينفع تتكتب في أي موضوع من المواضيع السلبية. بس الأول أذكرك وأذكر نفسي بالصلاة على خير الأنام سيدنا محمد رسول الله، ثم الاشتراك في القناة. عشان تعرف الجملة السلبية لازم تبقى حافظ معاني الكلمات الجاية دي. كلمة بافارتي، وممكن تنطق التي دي فتقول بافاردي يعني فقر. يبقى كلمة بافارتي فقر. فاندمنتال أساسي. فاندمنتال أساسي. يهدد سريتن، وبرضو التي ممكن تتنطق دي فتقول سريدن. يبقى يهدد سريتن. يهدد سريتن. بريك ثرو قلنا تقدم. بريك ثرو قلنا تقدم. وفوه قلنا عدو. فالقطعة بتقول Poverty is the fundamental foe that threatens our breakthrough. Poverty is the fundamental foe that threatens our breakthrough. يعني الفقر هو العدو الأساسي الذي يهدد تقدمنا. هنا لو انت عندك يا عم أي موضوع سلبي، ابقى شيل كلمة بافارتي واكتب بدلها اسم الموضوع السلبي اللي عندك بدل كلمة بافارتي. في الآخر بقى طبق لنا الموضوع ده على أي موضوع سلبي واكتبه لنا في تعليق. يعني هات أي موضوع سلبي عندك كده واكتب لنا الجملة اللي انت سمعتها ديت بعد ما تبدل كلمة بافارتي بكلمة الموضوع السلبي اللي هيخطر على دماغك. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتبقى تدوس لايك. طابت أوقاتكم بالخير عامرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.